كرمت أمانة العاصمة اليوم 225 من عمال وعاملات النظافة من عموم مديرية الأمانة بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى 23 لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة. بأهازيج ورقصات الزهرات نظمت أمانة العاصمة ونقابة عمال البلديات والإسكان حفلا تكريميا لعدد 225 من عمال وعاملات صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة بحضور كبير تقدمه أمين العاصمة عبد القادر علي هلال ومحافظ محافظة صنعاء عبد الغني حفظ الله جميل. وفي الحفل أكد هلال ضرورة الدعم والاهتمام الكامل لعمال النظافة وأن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهودهم الكبيرة. اليوم نكرم العامل، المزارع، المهندس، الميكانيكي، السائق، نكرم الإخلاص، نكرم الوفاء، نكرم العطاء. اليوم نكرم ذلك العامل الذي يعتبر الشارع ملكه وحقه وبيته، وأنا أشهد على ذلك. نكرم المشرف الذي يعتبر العمال أولاده. نكرم السائق الذي يعتبر المعدة كما والفرامة والقلاب يعني كما ابنه. عمال النظافة عبروا عن سعادتهم البالغة لهذه اللفتة الكريمة من قبل أمانة العاصمة، وأكدوا أن هذا التكريم يعد حافزا لهم في تقديم المزيد. هذا رسالة عظيمة أنه يتم تكريم العمال بما يبرزوه علشان يتم التفاني منهم والجهد أكثر في أكثر في نظافة أمانة العاصمة. أنا أشتي من الحكومة هذه تكون تراعي تشوف الموظفين الذي أنا لي فترة طويلة وأنا أشتغل معهم ولا الآن ما ثبتش لنا هذا موضوع. مناسبتين، مناسبة الوحدة ومناسبة عيد العمال العالمي، فتكون مناسبتين، مناسبة واحدة، فهذا التأخير هو لهذه السبب. وفي مبادرة جديدة قامت بها بعض الشركات في استغلال مخلفات البلاستيك استطعنا تلك الفتيات في إنتاج هذه الأشغال اليدوية. قمنا بتدريب عن كيفية استغلال مهملات الورق والبلاستيك إلى مشغولات يدوية ثمينة، وبالتالي حصلنا على فائدة مزدوجة، منها التخفيف من عبء النفايات في شوارع العاصمة، وإيجاد الفائدة الثانية هي إيجاد مصدر دخل للنساء. وفي الحفل ألقيت عدد من الكلمات المؤكدة على أهمية دور عمال النظافة. بعدها تم عرض مسرحيات منوعة نالت استحسان الحاضرين، وفي ختام الحفل تم تكريم عمال النظافة. احتفال كبير تكريما لعمال النظافة في أمانة العاصمة، والذي يأتي تقديرا للجهود التي يبذلها عامل النظافة من أجل أن تظهر العاصمة صنعاء بمظهرها الجميل. ياسر هادي لقناة اليمن الفضائية، صنعاء.